حصاد الجنوب أهلا بكم. ناقشت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء برئاسة علي الكثيري سبل الارتقاء بأداء الوزارات في إطار الحكومة لوضع حد لمعاناة شعب الجنوب. الهيئة الإدارية شددت على إنهاء حالة التدهور في الخدمات، مؤكدة أن المجلس لن يقف موقف المتفرج إزاء محاولات كسر عزيمة شعب الجنوب وإرادته، وذلك في ظل مؤامرات للثانيه عن مواصلة نضاله على طريق استعادة دولته. بحث اجتماع برئاسة محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي بحضور مسؤولي السلطة المحلية وقائد المنطقة العسكرية الثانية لواء فائز التميمي ومدير شرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي، بحث آلية تطوير مطار الريان الدولي ضمن جهود تحديث منظومة الطيران المدنية. واطلع الاجتماع على الآليات الفنية والمهنية بتشغيل المطار، مشددا على أهمية الارتقاء بالخدمات الملاحية بالمطار لمواكبة دوره الحيوي لخدمة المسافرين من مختلف المحافظات. كشف تقرير اللجنة المشكلة لتقصي أسباب حادث حريق محطة الأمانة للطاقة الكهربائية في فوة بمديرية المكلا عن وقوع خلل كهربائي في أحد المحولات، ما أدى إلى إحداث شرارات امتدت إلى خزان الوقود واشتعال النار. اللجنة أكدت تضرر 8 مولدات ومحول كهربائي وعدد 2 من خزانات الوقود، خرجت على إثره 8 ميجاوات من الخدمة من أصل 20 ميجاوات تنتجها المحطة. دشن محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير اليوم فعالية المهرجان الرابع للتراث والفنون على ملعب الفقيد الخليفي بمدينة عتق. اليوم الافتتاحي للمهرجان شهد عروضا كرنفالية تراثية وفنية متنوعة عكست الفولكلور التراثي والفني المتنوع الذي تزخر به محافظة شبوة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.